عزيزي المشاهد، وانت في المطار ومستني الطياره اللي هتاخدك وتخرجك بره البلد، وركبت ولسه الطياره خلاص هتطلع، والله ما كنت حاسس ان انا مريض. صحيت على جرد الميه نازل من والدتك بتقول لك قوم يا موكوس الشغل هيفوتك. الحقونا يا بابا، الحقونا. اكيد فضل في دماغك سؤال بيقول لك هي فعلا فيها حاجه حلوه؟ في حاجه تخلينا نفضل موجودين وما نسافرش عشانها؟ ولا كل الكلام ده غلط وضحكوا علينا فيه؟ فيلم النهارده جاي يجاوب لك على السؤال ده. فيلم النهارده هو فيلم عسل اسود. طب يا ستوب. فيلم عسل اسود هو فيلم بلاك كوميدي، هو من اكتر افلام البلاك كوميدي في تاريخ السينما المصريه. عشان تعرف ان انا بحبك فانا هشرح لك تاني يعني ايه كلمه بلاك كوميدي، ولكن بقى لازم تفهم بلاك كوميدي يعني كوميديا سوداء. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ دي الترجمه الحرفيه، ولكن فعليا هي افلام بتتكلم عن واقع مجتمعي سيء او اي حاجه وحشه في المجتمع او في اي حاجه عموما، ولكن في قالب مضحك. يعني دخلك الفيلم وخرجت منه وانت بتضحك، ولكن في نفس الوقت المشاكل موجوده وانت عارفها. والفيلم ده بيسرد لنا حاجات كتير جدا زي البيروقراطيه في المصالح الحكوميه عندنا في مصر، والرشوه والمحسوبيه والنصب والفشل الاداري في مؤسسات كتير جدا، بجانب بقى مساوئ المجتمع المتمثله في شعبه نفسه. وفي نفس الوقت بيخلي على وشك نظره حنين وحب غريبه جدا. وانا بعتبر واحد من اقوى 3 افلام عملهم احمد حلمي في تاريخه. ولو بتسال بتقول بان الفيلم فيه اسقاطات سياسيه بحب اقول لك عزيزي المشاهد بان انا لن انصاع ورغبتك الدنيئه اللي تودينا ابو زعبل واحنا بنجري. فكفايه كده وتعالى نبدا تحليل الفيلم. فيلمنا بيبدا بالحلم اللي انت مستنيه، السفر، شكل الطياره في السماء وهي خارجه ومطلعه، ولكن الموضوع هنا بالعكس، لان الحلم بالنسبه لبطلنا هو الرجوع للمكان اللي هو اتولد فيه، كنوع من انواع الحنين والحب والزياره في نفس الوقت. بتشوف ده من اول لقطه في الفيلم وبطلنا ويموت من الضحك وهو بيتفرج على فيلم لاسماعيل ياسين رغم ان هو مش عارفه وفاكره محمود ياسين، والشاب المصري اللي جنبه وهو بيستعجب ازاي بيضحك على فيلم اسماعيل ياسين لغايه دلوقتي، وبيقول له ان شكلك كده ما نزلتش مصر بقالك كتير قوي، كنوع من انواع الاستهزاء على الضحك اللي هو بيضحكه. ولكن عايز اقول له بكل صراحه باني لغايه دلوقتي بتفرج على فيلم اسماعيل ياسين وبموت فعلا من الضحك، وكل ما يجي فيلم ليه على التلفزيون ممكن اقعد اتفرج عليه وانسى وقتي كله. واحب اقول بان انا اتمنى ان فعلا كوميديا اسماعيل ياسين ترجع وحد يضحكنا بالشكل دوت، بدل الافلام الكوميديه اللي فعلا ما فيهاش غير افيهات ما بتضحكش اي حد وساذجه جدا. طول مشاهد الطياره خالد دياب بيعرفك على البطل بتاعنا، وهنا بقى ما اعتمدش هو على الاحداث، لا اعتمد على الحكي. بيعرفك على مصري عن طريق الحوار اللي بيدور ما بين الشخص دوت ومصري، بان هو بقاله 20 سنه ما نزلش مصر، وبان هو هاجر مع ابوه من زمن ورجع دلوقتي كفوتوغرافر في زياره لمصر عشان المعرض بتاعه، وفي نفس الوقت برضه كحنين لبلده. حوار صغير خالد دياب قرر انه يعرفك فيه على ماضي مصري من غير ما يجيب لك اي احداث ولا يزيد عبء على انتاج الفيلم. وممكن نقول دي واحده من ثغرات الفيلم بان ما كانش فيه اي ماضي لمصري نهائيا. ومع كل المشاهد دي بقى انت في الحقيقه عارف هو نازل على ايه، ولما الطياره بتقرب انها تنزل المطار بتشوف نظره مصري اللي كلها امل وحنين، ومع اول نفس بيطلعه مصري في المطار بتطلع الكلمه اللي انت عايز تقولها من اول الفيلم ما بدا: قابل يا معلم، قابل بقى يا حلو. ومن هنا بقى ولمده نص ساعه كامله بتشوف كل مساوئ المجتمع في بلدنا. بتشوف معامله مصري سيئه جدا في المطار بدون سبب غير ان هو جايب الباسبور المصري بتاعه مش بالباسبور الامريكي. بتشوف رفض راضي بان هو يركبوا معاه لما بس اتكلموا عربي وافتكروا مصري، الا ان هو لما عرف ان هو اجنبي وما نزلش بقاله كتير قرر ان هو هيركبه. من هنا برضه بتشوف النصب بتاع راضي عليه، فكت الدولارات واسمع المشهد دوت. سويت $2000 في الليله، يعني 5.5. وات؟ طبعا دلوقتي انت متحسر وقاعد جنب الحيطه ومش عارف تقول ايه. نصب في الاكل، في الشرب، في كل حاجه كمصلحه بتتعمل على السياح لما بييجوا بلدنا. وبصراحه يا جماعه دي حاجه واقعيه وبتحصل جدا في مصر، وكل ما انزل القاهره وبشوف اي سايح بشوف الكلام ده بيحصل معاه. بتشوف كمان عدم مهنيه الموظفين الموجودين في الاوتيل، وان هم بيلعبوا ومش مركزين في اي حاجه، ولان مجرد السايح بيتكلم عربي او هو ليه اصل مصري فبيعاملوه معامله سيئه جدا. الاستغلال عزيزي المشاهد كطبيعه متاصله فينا. وبجانب ده كله بقى طبعا السواقه في مصر حاجه عظيمه جدا عزيزي المشاهد. ايه ده؟ كمان من سايس الحصينه لغايه الضابط اللي بياخد من مصري الكاميرا، عشان بعد كده يفهم مصري ان الحل في الاخضر، الباسبور الامريكي اللي هو قرر ان هو ما يجابوش، ولما جابه افتكر ان هو كده خلاص وصل للحل، الا ان هو بيلبس في اسود حاجه ممكن تحصل له، مظاهره ضد امريكا بيقع فيها وبيضيع منه الباسبور، وفعليا مصري بيفضل في الشارع عشان البيروقراطيه المتاصله في بلدنا بدون اي سبب، لانه معهوش اي اوراق فما قدرش ان هو يطلع الاوتيل، وبالتالي مصري بقى في الشارع. الفيلم بصراحه لغايه دلوقتي قادر جدا ان هو يخليك تريليت معاه، يعني بكل بساطه تحس ان انت مكان البطل واللي بيحصل له ده بيحصل لك، لان الفيلم اعتمد على ان هو يوقع البطل في مواقف تكون انت وقعت فيها. مين فينا الجي بي اس ما عملهاش معاه وده مكان غير المكان؟ مين فينا ما فيش سايس ضحك عليه واداله حصان خربان ما بيمشيش؟ مين فينا برضه ما بيسوقش وما بيشوفش المساوئ الموجوده في الطرق؟ مين فينا ما نطش من الاتوبيس وهو ماشي ومع اول مره وقع وبعد كده بقى متمرس؟ واحده من اهم اللقطات سرقه جزمه مصري على باب الجامع، ومين فينا ما حصلش دوا معاه في شبشب او كوتشي ضاعوا منه
منه في الجامع بسبب ان شخص تاني سرقهم، وانك تمشي بالقباب، حاجات بتخليك تريليت جدا مع الفيلم، مش الفيلم عايش في وادي وانت في وادي تاني خالص. وطبعا اهم حاجه لوكيشن التصوير يا جماعه، المشاهد اللي اعتمد عليها فيلم في انه يقربك من المكان اللي هم بيصوروا فيه اللي هو القاهره. المشاهد دي بتسمى فضلات الفراخ، ومش هقول الكلمه التانيه عشان ما ينفعش اقولها احتراما للجمهور. ليه بقى سموها كده؟ لان بكل بساطه المشاهد دي بره التمثيل، بحاول ان انا اخليك تقرب فيها من المكان اللي تصور فيه المشهد وتحس ان انت عايش فيه برضه. يعني مشاهد لاشاره مرور والناس بتعدي عادي جدا من غير ما يكون في توقف مروري، مشاهد للكنايس وللاسطح بيقربوك من طبيعه المكان اللي احنا موجودين فيه، وطبعا الزوم على وشوش المصريين اللي بيقربك منهم، واللي انا اتكلمت عنه في فيلم البيضه والحجر في التتر، ان انا بصور لك ناس انت بتشوفهم كل يوم زي البنت في الاتوبيس او العامل اللي بيشيل كرتون. كل الناس دي انت بتشوفهم كل يوم، كل الحاجات دي بتقربك وتخليك تريليت جدا مع الفيلم. وعشان اكون صريح، خالد ديب كان ذكي جدا في انه يخلي احداث الفيلم معموله في احسن فترات مصر، رمضان والعيد، وكل القطات اللي حصلت في الفيلم دوت خلينا اقول بان خالد مرعي مونتير شاطر جدا، وقدر انه يخرج الفيلم دوت بصوره كويسه جدا. بعد كل السواد اللي حصل دوت، خالد دياب بيقرر ان هو يديك بقى حته امل او نخش في رحله بدايه النور بالنسبه لمصري. والبدايه هنا من مائده الرحمن اللي مصري راح كل فيها من غير ما يدفع ولا جنيه. مواد الرحمن اللي بتقربك برده من المجتمع المصري، وحاجه اوريجين بالنسبه لنا ما بتحصلش بالنسبه لاي حد تاني في اي مكان في العالم. مساعده راضي المصري بان هو يقرر بان هو يدور معاه على بيته لغايه ما بيوصل لاسره سعيد. كل دي بتعتبر رحله نور بتكتمل بان هو يعيش مع اسره سعيد، رحله امل بعد كل السواد اللي انت شفته من بدايه الفيلم لغايه الدقيقه 30 تقريبا. وعيله سعيد دي بقى بتمثل لك الاسره المصريه بحلوها وبكل مشاكلها. حلوها في ام سعيد اللي بتستقبل مصري رغم ان هو ولا تعرفه ولا تعرف عنه اي حاجه غير ان هو جارهم، بتستقبله في بيتها وكمان بتديله فلوس وبتساعده رغم ان هو مش ابنها. بتشوف سعيد اللي عنده 30 سنه ولسه عايش مع امه وبياخد منها فلوس وما اشتغلش لغايه دلوقتي. منصف وابتسام مراته اللي مش عارفين يعيشوا كزوجين طبيعيين في بيت واحد لانه مش قادر يشتري شقه. حماسه والجيل الجديد اللي بيتدمر واحده واحده على ايد التعليم المتدمر تماما عندنا. التعليم المتمثل في مدرسه مش عارفه تنطق الانجليزي صح زي ميرفت وان هو بيتعارك معاها. كل الحاجات دي بتقربك اكتر من الفيلم وتعيشك جوه الاسره المصريه اللي هو يبقى واحد منها. وهنا عزيزي المشاهد لازم تكون فاهم بان مصري تحول من مواطن اجنبي جاي مصر زياره لمواطن زيي وزيك محبوس في البلد ونفسه ان هو يخرج ويسافر. وعشان يسافر لازم يعدي على كل الخطوات اللي انت بتحاول تعدي عليها، وهي البيروقراطيه الموجوده عندنا في المؤسسات. كميه اوراق كتيره جدا لازم تحضرها عشان تقدر انك تسافر، وده اللي بيحصل مع مصري. وبنشوف مجمع التحرير، المكان ده لو انت حضرته فانت فاهم كلامي، ولو انت ما حضرتوش فالمكان ده كان مجمع فيه كل وزارات مصر، وفعليا كل الشعب كان بيروح هناك عشان يخلص كل اوراقه. بتشوف الرشوه والمحسوبيه في عبد الله مشرف، وانك لو معكش فلوس ودفعت فانت مش هتعدي الورق بتاعك ولازم تلف لفه طويله جدا. وده طبعا فيه اسقاط على مدام حنان الموجوده في الدور السابع اللي بتطلع الدور وما بتلاقيهاش، وبتلاقيها بتطبخ او بتعمل اي حاجه ومش موجوده على مكتبها. البيروقراطيه والتعنت واستهزاء مصري في حته الصوره ان لازم ودانك تكون موجوده في صوره البطاقه. وصراحه يا جماعه نفسي اقابل حد بس موجود عندنا صوره بطاقته كويسه. كل الناس اللي انا اعرفهم صوره بطايقهم بسم الله ما شاء الله ضايعه، فنفسي بجد افهم هل هيجي يوم ونشوف واحد صوره بطاقته كويسه؟ بعد كل المحاولات دي بتيجي لقطه نور ان مصري يخرج من البلد عن طريق الباسبور المصري، الباسبور اللي هو رماه من البلكونه لما جاب الباسبور الامريكي، رغم ان هو رماه من الشباك وتخلى عنه الا ان هو بيمسكه تاني وبيحاول انه يخرج بره البلد. ولكن بيجي السقوط الكبير جدا في السفاره، اسقاط برضو على المعامله اللي بيشوفها المصريين لما يجوا يسافروا بره او يهاجروا. لكن لازم تحط في البنك فلوس كتيره جدا، ولازم يكون عندك اراضي واطياد وحاجات كتير جدا بتتعمل عشان تعرف تسافر وتخرج بره البلد. رغم ان مصري مواطن امريكي الا ان هو في الاخر برضو ما قدرش انه يخرج، وده كان يعتبر السقوط الكبير بالنسبه للبطل بتاعنا. السقوط الكبير اللي جاء بعديه محادثه مع يوسف داوود اللي بيظهر فيها خالد دياب طبيعه الشعب المصري وانه ازاي بيتعامل مع المشاكل وبيقدر ان هو يتخطاها. فاكر اللقطه دي في فيلم الكيف؟ لازم ندوش الدوشه بدوشه ادوش من دوشتها عشان ما تدوشناش. اللقطه دي بكل بساطه معناها بان الشعب المصري بيحاول بانه يضحك في المشاكل عشان يتخطاها. دي نفس فكره كلمه الحمد لله اللي بنتخطى بيها مشاكل كتير جدا وبنصبر على المشاكل دي. ومن هنا مصري بقى بيفهم انه لازم يكون مواطن مصري، يعني يعيش كمواطن طبيعي جدا، يحل كلمات متقاطعه، يسيق ويكنس ويساعد في شغل البيت، ينزل الانابيب ويساعد في عمايل الكحك. كل دي لحظات بتخليك ترتبط اكتر مع البطل، لان اللحظات دي
دي حصلت لك في حياتك. وبتيجي بقى واحده من اكبر لحظات الحنين اللي ممكن تكون شفتها في اي فيلم مصري، وهي لحظه العيديه. مصري قاعد وبيعمل الكحك زي اي بيت مصري بنشوفه في مجتمعنا في الايام دي. ام سعيد بتديله العيديه وهو بيحس بيها، عيديه بجد في بلده وسط ناس مصريين هو عايش معاهم. هنا بقى بيفهم بجد معنى كلمه العيديه، ومبدا مصري في السفر بيبدا ان هو يتهز. بنشوفه بينزل الصواني وبيتكلم مع سعيد انه بجد حس بالعيديه فعلا، وان سعيد مهما كبر ما يبطلش انه ياخد العيديه من امه. ودي رساله ليك عزيزي المشاهد، انك مهما كبرت اوعى تبطل تاخد العيديه من جدتك او والدتك، لان فعلا بيكون ليها احساس مختلف تماما. بيكمل خالد دياب بان يخليك ترتبط بالبطل اكتر واكتر، وتشوف قدامك مبدأه وهو بيتكسر عن طريق المواقف اللي بتستمر معاه، العيد والصلاه والمشاهد اللي بيجيبوها، الفسيخ والخروجه في الجنينه. كل دي حاجات بيعملها المصريين بتربطك اكتر مع الفيلم، وبتحول مصري من مواطن اجنبي لمواطن مصري فعلا. الجمله اللي قالها له راضي وهو خارج من البلد: اتودكت قوي يا استاذ مصري، بقيت مصري. جمله تبين لك ان مبدا مصري في الخروج من مصر انهار تماما. وخالد دياب ما خرجش في الفيلم ان هو يسيب المجتمع الغربي في حاله، وجاب لك اسقاط صغير كده في ان مصري حتى لما لقى الباسبور والفلوس والتليفون ما لقاش اي شخص في المجتمع الامريكي يتصل او يطمن عليه. وده اسقاط بيبين لك ان في المجتمعات الغربيه السؤال بيكون بسبب الفلوس بس، مفيش حاجه اسمها اسال عليك عشان اطمن، لا العلاقه ما بيننا هي الاموال وفقط. ونشوف بعد كده بقى لحظه الوداع ومصري بيساعد كل واحد ساعده. بيساعد سعيد وهو بيديله الكاميرا عشان يشتغل بيها عشان هو مش لاقي شغل، بيساعد ام سعيد بانه بيديها مفتاح بيته عشان ابتسام ومنصف يعيشوا فيه ويعيشوا كزوجين طبيعيين جدا. وبينتهي الفيلم بنفس لقطه بدايه الفيلم، المطار ومصري قاعد، ولكن خالد دياب بيقرر ان هو يفصلك من كل اللحظات الدراميه دي بلحظه ضحك ما بينه وما بين الشخص اللي كان عايز يسافر في السفاره والشخص اللي كان مسافر جنبه وكان قايل له انه هيلبس تماما. لحظه بتفصلك ولكنك بتوصل لاخر لقطه في الفيلم، لقطه خروج مصري وهو بيربط الحزام والطياره خارجه وبتسافر. وبتشوف هنا برضو اكتر بان مبدا مصري انتهى تماما وانه عايز يرجع مصر، وبيعمل الحاجه اللي سعيد عملها وبيحكي له عليها، ويقرر بان هو يرجع بلد مره تانية عن طريق باسبور الامريكي. حتى في الموت والمرض برضو الوسايط موجوده والخوف من الاخضر موجود. وبينزل التتر وينتهي الفيلم وقرار مصري بانه يرجع يعيش تاني في البلد، وان فعلا في حاجه حلوه، حاجه تخلينا نفضل موجودين فيها ونعيش عشانها. الحاجه دي بكل بساطه عزيزي المشاهد هي ناسها المتمثلين في اسره سعيد اللي فضلت محتضناه وبتساعده، ناسها اللي ساعدوه وادوا له فلوس وهو مش لاقي ياكل في الشارع، ناسها اللي ساعدوه واكلوه في مائده الرحمن، وراضي اللي فضل معاه لغايه ما وصل لغايه بيته. كل الحاجات دي خلت مصري يفضل تاني في مصر. وبتشوف المبدا ده في كلام الراجل الكبير اللي كان قاعد احمد حلمي بيتكلم معاه بره الكواليس. ورغم ان النهايه مش واقعيه، وانا عارف انك بتقول ان لو جات لك الفرصه بانك تخرج بره البلد هتخرج عادي جدا وتعيش بره، الا اني شايف ان مبدا مصر صحيح وان فعلا فيها حاجه حلوه. ده كان رايي انا، والمهم طبعا هو رايك انت. هل فعلا هي فيها حاجه حلوه تخليك تفضل موجود عشانها، ولو جات لك الفرصه هتفضل موجود، ولا مع اول فرصه هتجيلك بانك تسافر وتخرج بره البلد هتسيبها وتمشي؟ ده كان كل كلامي عن فيلم عسل اسود، وانا كده خلصت، واشوفك في حلقه جديده. سلام.